النهاردة هنعمل مع بعض الباتون ساليه الدايب الجميل جدا. معانا عشان نعمل المقادير معانا 4 كوبايات دقيق اهو، 4 كوبايات دقيق. هحط عليهم رشة ملح، هحط عليهم رشة ملح كده اهي. ومعانا معلقة صغيرة بيكنج باودر اهي، عندي معلقة صغيرة بيكنج باودر، بس هي معلقة مش مليانة على الاخر، فنحط رشة كمان. ومعايا كمان معلقة صغيرة خميرة، معلقتين بالظبط، هنحط معلقتين صغيرين. ادي 1 2 معلقتين صغيرين خميرة. ومعانا كمان رشة سكر اهي، يعني حوالي نص معلقة صغيرة سكر. معايا ربع كوباية كمون صحيح، اللي مش بيحب طعم الكمون ممكن بلاش، ممكن يرشه على الوش، بس على الوش بيتزحلق مني. انا بحب طعمه بالكمون، فاحط ربع كوبايه كده كمون في العجينه. وهنحط معلقتين كبار حبه البركه يعني 3 معالق صغيرين او معلقتين كبار حبه البركه. وهنقلب كل المكونات الجافه كده مع بعض اهي. بس قلبنا كل المكونات الجافه كده مع بعض. هنحتاج كمان نص كوبايه زبده سايله اهي، بدرجه حراره الغرفه مش سخنه. انا هزود كمان ربع كوبايه من السمنه، عشان انا بحبه دايب قوي. اللي بيحبه بيقرمش شويه مش هيخلي هكتفي بس بنص كوبايه زبده. زودت حوالي 3 معالق كبار من السمنه على ربع كوبايه الزبده. ممكن تحطوا 3 معالق زيت عادي، بس السمنه والزبده بيخلوا طعمه جميل اهو. خلاص كده، وممكن تكتفوا بربع كوبايه بس، هيبقى مقرمش شويه، انما كده انا بحبه دايب سنه. ومعانا كمان كوباية مية دافية للعجن، ممكن نحتاج كوباية او اكتر على حسب ما العجينة تلم معايا، على حسب الدقيق بتاعي. هو من كوباية لكوباية ونص. طبعا هنحط المية واحدة واحدة، هجيب المية واحطها واحدة واحدة. ادي معايا كوباية ونص مية، بس هنزل واحدة واحدة لغاية اما الاقي العجينة كلها اتلمت. اكتفي بالمية، لان المية مش كل دقيق بياخد نفس كمية المية دي اهو. هنزل بالمية بقى واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب سنة سنة وندوب في نقلب الدقيق في المية لغاية اما نلاقيه لما نفسه كده نبدأ نعجنه بايدينا اهو. احنا نحتاج هنحتاج الكوباية كلها نحطها اهي. مش عايزة اقول لكم على ريحة العجينة، ريحتها جميلة، والسمنة والزبدة مخليين الريحة بتاعتها جميلة جدا، والطعم هتلاقوه جميل جدا، وهتدعولي ان شاء الله. نفضل نقلب، نلم بقى العجينة بايدينا كده، ننزل نبدأ نعجن بقى كده ونشوف هتحتاج مية تاني ولا لأ. هلم فيها كده اهي. اهي منزودش مية لما العجينة تتلم مننا خالص، عشان ساعات بيغرنا الشكل ونقول محتاجة مية، ونلاقي المية كترت معانا، فبنحتاج نزود دقيق، واحنا مش عايزين نلخبط في المقادير ونزود تاني. بس فرضا المية زادت منكم،
مفيش مشكلة، هنزود رشة دقيق او رشتين دقيق لغاية اما العجينة ايه تتماسك وتبقى معانا كويسة، مش هيبقى فيه فرق قوي يعني. فاحنا محتاجين ايه نلم فيها اهو. اعتقد انها مش هتحتاج مية تاني، هي خدت مني اهي كوباية مية بالظبط زي ما شفتوا كده، كوباية مية بالظبط. هعجنها بقى كويس جدا واوريكم شكلها بعد العجن. ايه دي شكل العجينة بتاعتي اهي بعد ما عجنتها، جميلة جدا جدا اهي، ايزي نضيفة مفيهاش اي عجين. كده العجينة ايه معايا مظبوطة. عجينة الباتون ساليه مش بتخمر، هنحسبها بس ترتاح كده نص ساعة. هغطيها ب... بستريتش او هغطيها بفوطة واسيبها ايه نص ساعة ترتاح، وبعدين نبدأ نشكلها ونعملها. ده شكل العجينة اهو بعد ما سبتها نص ساعة، يعني انا سبتها اكتر من نص ساعة بس انتوا ممكن تسيبوها، هي المفروض نسيبها نص ساعة بس. اهي طلعها اهي، افردها كده عشان اقطعها. اهيت بس كده اقطعها بقى عندي. هاخد الاربع حتت اللي انا قطعتهم دول، مش هتكورهم ولا اي حاجه، زي ما هما كده اهو. احطهم اهي عشان انا هفردها وبعدين اقطعها. هشيلها بقى كده، اغطي دول بفوطه كده وابدا اشتغل في دي، اوريكم اعمل فيها ايه. هبدا افرد فيها كده اهي. افردها يا ريت ارققها شويه على قد ما اقدر. اوريكم انا هعمل ايه. نفرد كده فيها اهي. بس كده اجيب سكينه بقى او بالقطاعه اهو، هبدا اقطع حته حته طويله بالشكل ده اهي. وهكذا اكمل بقيه العجينه. ادي الشكل بتاعي اهو. هاخد بقى طرف طرف كده اهو زي ما انتم شايفين، وهبدا الفه اوريكم بس، وابدا الفه كده اهو، افرده كده، افرد وارقق على قد ما اقدر، بحيث الباتون ساليه انتوا عارفين طبعا بيبقى رفيع اهو كده بالشكل ده اهيت اهيت. واجيب صاج عندي وابدا ارصه فيه. طبعا دي طويله قوي فانا هقسمها نصين اهيت زي ما انتوا شايفين بقت بالشكل ده. هنقسمها نصين اهو كده اهيت. واجيب عندي صاج وابدا ايه اعمل كل الكميه بتاعتي بالشكل ده ايه اهي بالمنظر ده كده، واحطها عندي ايه في صاج او في صينيه وارصهم كلهم جنب بعض. هعمل كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه دي وبنفس الشكل اللي انا عاملاه ده، وهرصصها وارجع اوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. ادي الشكل بتاعي اهو اهو. طبعا انتوا تتحكموا بالايه في الطول اللي انتوا عايزينه وبالسمك اللي انتوا عايزينه زي ما بتحبوا.
اهو. ممكن طريقة تانية للفرد، ممكن اخد حتة من العجينة كده، اقطع حتة وافضل افرد فيها كده واخلص وافردها بالشكل ده، بس الاسهل ان احنا نعملها كده على طول. يلا هرجع افرد الكمية كلها وارصها في صاج وارجع اوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. ده شكل الباتون ساليه بعد ما قطعته وحطيته في الصاج. طبعا الكمية اللي انا عملتها دي عملت لي حوالي 3 صيجان كبيرة اهو. ممكن تعمل معاكم اكتر من كده على حسب على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. ادي شكله اهو، شكله اهو متقطع. حاولت ان انا اقطعه قد بعضه عشان ياخد السوا مع بعض ايه، نفس السوا اهو. هنسيبه يرتاح معانا لمدة ربع ساعة، وبعد كده هسخن الفرن على درجة حرارة 180. هدخله الفرن، مش بياخد معايا وقت، يعني من 10 ل15 دقيقة بالظبط. اول لما نلاقيه احمر نطلعه على طول من الصاج. ممكن اذا حابين تدهنوا وشه بيض عشان يبقى لونه احمر وحلو، بس انا مدهنتوش هنا اي حاجة. انا دخلته اهو على طول. هدخله الفرن وهطلعه واوريكم شكله بعد ما طلع بقى عامل ازاي. ده شكل الباتون ساليه اهو بعد ما طلع من الفرن. جميل جدا، مقرمش من بره ودايب كده من جوه وطعمه جميل. لازم لازم تجربوا الطريقه دي. اهي واحده اهي، شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين؟ لازم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم. طبعا هنسيبه يبرد خالص في طبق بره كده، هنسيبه يبرد خالص، وبعد ما يبرد هنقوم نشيله في علبه ونغطيها، يا اما هنشيله في كيس بلاستيك ونربطه. تمام كده، جميل جدا. لازم تجربوه زي بتاع بره واحلى كمان. هيعجب ولادكم جدا وهيعجبكم جدا. لازم تجربوه وتقولوا لي على رايكم. وما تنسوش تشتركوا في قناتي، قناه سورة في المطبخ، وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا اشوفكم على خير، باي باي.